شاعر سوداني فقد عقله في آخر أيامه ودخل مستشفى الأمراض العقلية، وأراد أهله أنهم يعالجوه بالخارج. وفي المطار رأى امرأة جميلة برفقة زوجها، فأطال النظر إليها والزوج يحاول أن يمنعه، فأنشد يقول فيها: أعلى الجمال تغار منا، ماذا علينا إذ نظرنا، هي نظرة تنسي الوقار وتسعد الروح المعنى، دنياي أنت وفرحتي ومنى الفؤاد إذا تمنى، أنت السماء بدت لنا واستعصمت بالبعد عنا. وعندما سمعها الأديب عباس محمود العقاد رحمة الله عليه سأل عن قائلها، فقالوا له إنه الشاعر السوداني إدريس جماع، وهو الآن في مستشفى للأمراض العقلية. فقال: هذا مكانه، لأن هذا الكلام لا يستطيعه ذو الفكر. وعندما ذهبوا بإدريس جماع إلى لندن للعلاج أعجب بعيون ممرضته وأطال النظر في عينيها، فأخبرت مدير المستشفى بذلك، فأمرها أن تلبس نظارة سوداء ففعلت. وعندما جاءت نظر إليها جماع وأنشد يقول: والسيف في الغمد لا تخشى مضاربه، وسيف عينيك في الحالين بتار. وعندما ترجم البيت للممرضة بكت بكاء شديدا، وصنف هذا البيت أبلغ بيت شعر في الغزل في العصر الحديث. والشاعر إدريس جماع هو صاحب الأبيات الشهيرة التي يقول فيها: إن حظي كدقيق فوق شوك نثروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه، عظم الأمر عليهم ثم قالوا اتركوه، إنما الأشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه. دمتم في أمان الله، صلوا على رسول الله، ما تنسوش اللايك والشير، ونشوفكم على خير. السلام عليكم.